مرشح لرئاسة برشلونة: سأحقق حلم نيمار وميسي. المصائب تتوالى، باريس سان جيرمان يعلن رسميا إصابة مبابي. كشف سر تأجيل حوار ميسي التلفزيوني، قرار تاريخي. لماذا يصر برشلونة على بيع كوتينيو في الميركاتو الشتوي المقبل؟ زيدان يرد على كومان ويجيب على السؤال المضحك. السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم زيرو سبور. قبل البداية أدعوكم للاشتراك بالقناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، فزر اللايك يساعد على انتشار الفيديو ووصوله لأشخاص آخرين. ويلا نبدأ. قال جوردي فاري المرشح لرئاسة نادي برشلونة اليوم أن فريق عمله سيجري مفاوضات من أجل عودة نيمار إلى البارسا، وفي مجمل عرض خططه لتطوير النادي الكتالوني من النواحي الرياضية والاقتصادية. صرح فاري: نيمار وميسي يريدان اللعب معا وسيكون ضمه رخيصا للغاية لأنه في العام الأخير من عقده. سنرسل طلبا للانتقال بهذا الخصوص. وتابع: بعد 15 يوما من الانضمام إلى باريس سان جيرمان أراد بالفعل العودة إلى دياره، في إشارة إلى الفريق الكتالوني. وقال المرشح أن لاعبي برشلونة يجب أن يأتوا أساسا من أكاديمية الناشئين التابعة للنادي، ويجب أن يكملهم لاعبون من الطراز العالي مثل نيمار. ويعتقد فاري أن لاعبي أكاديمية النادي يجب أن يشعروا بأنهم يستطيعون الوصول إلى الفريق الأول، كما حدث عندما راهن بيب غوارديولا على سيرجيو بوسكيتس أو بيدرو. ومن جهة أخرى أعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 24 يناير سيؤسس جدول رواتب في الكادر الأول وسيتجدد باستمرار، وبالتالي يجب أن يفهم اللاعبون المخضرمون دورهم الجديد بتجديدات أكثر واقعية وأقصر من المدة الزمنية. أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حالة من القلق داخل صفوف فريقه، وذلك قبل مواجهة ستراسبورغ المقبلة في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز. وكشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي أن مبابي يعاني من إصابة في ساقه اليسرى تعرض لها خلال مواجهة لوريون بالدوري الفرنسي. وأكد النادي الباريسي أن مبابي سوف يخضع لفحوص طبية عقب تدريبات الفريق الجماعية اليوم، ليتحدد حجم إصابته بشكل دقيق وموقفه من المشاركة في المباراة المقبلة. وتأتي إصابة مبابي بعد الإصابة التي تعرض لها نيمار لتبعد البرازيلي عن المشاركة حتى العام المقبل، بالتزامن مع خوض العملاق الباريسي مواجهة برشلونة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستراسبورغ اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الفرنسي. أصبح نادي برشلونة مطالب ببيع فيليبي كوتينيو في أقرب وقت ممكن، وذلك حتى لا تتلقى خزينته ضربة أخرى في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي. وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادما من ليفربول في عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 أخرى تدفع على شكل مكافآت مختلفة مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا أو التتويج بالكرة الذهبية أو المشاركة في عدد معين من المباريات. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن برشلونة يريد بيع فيليبي كوتينيو في أقرب وقت ممكن، ليس بسبب تراجع مستواه أو بسبب رغبة النادي في تمويل صفقة جديدة، بل لأن البارسا سيتعين عليه دفع 20 مليون يورو لليفربول إذا وصل البرازيلي ل100 مباراة بقميص البلاوغرانا. ولعب كوتينيو حتى الآن 90 مباراة رسمية بقميص النادي الكتالوني، وهو ما يعني أن البارسا سيضطر لدفع 20 مليون يورو لليفربول إذا خاض النجم البرازيلي 10 مباريات أخرى بقميص الفريق الكتالوني. وأضافت الصحيفة المذكورة أن برشلونة مستعد لبيع فيليبي كوتينيو ب50 مليون يورو، رغم أن رونالد كومان يعتمد عليه بشكل أساسي خلال الموسم الحالي. وكان كوتينيو سيصل بالفعل إلى 100 مباراة مع الفريق لو لم تتم إعارته إلى بايرن ميونخ الذي ساعده على الفوز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
كشفت تقارير صحفية اليوم عن أسباب وتفاصيل تأجيل إذاعة لقاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع شبكة لا سيكستا لمدة 7 أيام. ميسي صاحب 33 عاما كان قريبا من مغادرة الكامب نو منذ شهور قليلة، ومن المقرر أن ينتهي عقد الأرجنتين في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إدارة النادي على التجديد. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أن الأسطورة الأرجنتينية طلب من قناة لا سيكستا عدم بث مقابلته يوم الأحد الماضي الموافق ل20 ديسمبر كما كان مخطط لها. وتابعت الصحيفة: جاء قرار الأسطورة ليونيل حتى لا تتعارض مع برنامج لاماراتو الذي يعرض في نفس اليوم على قناة تيفي تريس، وهو برنامج خيري هدفه جمع الأموال لمحاربة الوباء. ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء يوم الأحد القادم الموافق ل27 ديسمبر الجاري على قناة لا سيكستا، وذلك في الساعة 11:25 بتوقيت مكة المكرمة. أجرى زيدان مدرب ريال مدريد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن العديد من المواضيع على رأسها تصريحات مدرب برشلونة رونالد كومان عن التحكيم، وكذلك إمكانية الاعتماد على المداورة أمام غرناطة اليوم الأربعاء. ويستقبل ريال مدريد خصمه غرناطة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسة الجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني، في لقاء يبحث فيه الميرينغ عن الظفر بالنقاط الثلاثة من أجل تعزيز حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري. وقال زيزو في المؤتمر الصحفي: هناك الكثير من المباريات لكننا مستعدون لخوضها، ومباراة اليوم مهمة ضد فريق يمر بموسم جيد، كذلك نحن نمر بفترة جيدة وعلينا أن نكون مستعدين، فليست هناك مباريات سهلة. وحول تصريحات رونالد كومان التي هاجم فيها حكم مباراة ريال مدريد وإيبار قال زيدان: هذا الأمر يزعجني، وهناك حكام يقومون بعملهم صعب ومعقد جدا. لن أتحدث عن كلمات كومان، اليوم لدينا مباراة مهمة ونفكر في تلك المباراة فقط. واستدرك: دائما ما يكون هناك الكثير من الكلام عندما تحدث مثل هذه الأمور في مبارياتنا، لكنني لا أهتم لذلك، ومن المتعب الإجابة على هذه الأسئلة. ما يهمني هو مباراة اليوم. وحول كريم بنزيما قال زيدان: أعتقد أنه في أفضل أوقاته وأدى بشكل جيد، ما يفعله رائع، وما هو قادم أعتقد أنه سيكون أفضل. هذا ما نريده للفريق، وهو كذلك يطمح للتحسن في كل يوم. وبخصوص إمكانية إجراء المداورة ضد غرناطة قال: هذا سؤال مضحك، أنا واضح بشأن ما سأفعله وسأعتمد على جميع اللاعبين. في الآونة الأخيرة لم نقم بالمداورة، ولكن كل اللاعبين جاهزون لما هو قادم. واختتم بالقول: نعرف صعوبة الليغا، وإذا سألت أتلتيكو مدريد سيقولون لك نفس الشيء. هناك العديد من الفرق التي يمكنها الفوز بهذا الدور، وعليك دائما القتال. سيكون لدينا الكثير من الفرق في النهاية للفوز بالدوري.